وتتواصل منافسات طواف المغرب للدراجات في نسخته 33. اليوم بلغ المرحلة السابعة التي ربطت بين مدينتي بني ملال وخنيفرة على مسافة 121 كيلومتر، مرحلة تماهت في خصائصها الجغرافية والمناخية مع المرحلة الماضية. سباق الدراجات دائما تكون فيه الحيطه والحذر، تيكون الانسان مع لا درواز تنعطيو الارقام ديال المتسابقين اللي تيكونوا متنافسوا القميص الاصفر، فبيشوفهم قدامه تياخذ مثلا تكون بيناتهم دقيقه، تيشوف تعدى الدقيقه الفريق تيبدا يشتغل باش يوصلوا لهذيك المجموعه باش يبقاو محافظين على التوقيت ديالهم. المرحله ديال اليوم هي اول مرحله اللي كتمتاز بالصعود، فالطريق كله تقريبا غير مستوي، كله طالع نازل. بالنسبه للحظوظ ديال المغاربه غادي تكون مزيانه ان شاء الله، بحكم اننا متعودين على مثل هاد التضاريس هذه. ان شاء الله نتمناو تكون نتيجه مزيانه. الندية والتشويق عنوانان تصدى مشاهد المرحلة السابعة للطواف بين العناصر الفرنسية أصحاب الأقمصة الملونة ثم صاحب القميص الأصفر، مع المنافسة الشرسة لأسود الدراجة الوطنية، خاصة في 40 كيلومتر الأخيرة التي منحت الفوز بالمرحلة للفرنسي رايان بولهوات، مع احتفاظ ناتانييل برهان بالقميص الأصفر، وحلول المغربيين إبراهيم الصباحي وأنور رحمو برتبة الرابعة والخامسة للمرحلة. C'était une étape très difficile. En début de course, ça roulait très vite. Il y a eu une grosse bataille pour prendre l'échappée. Avec mon collègue Alessio, on a réussi à bien s'entendre pour être dedans. Une fois qu'on était dedans, on a roulé à fond jusqu'à prendre 3 minutes 30 maximum. Et une fois qu'on a creusé l'écart, on est parti à deux avec un autre coureur. Et une fois qu'il était avec l'autre coureur, on a roulé à fond. On lui a laissé les classements grimpeurs pour qu'il continue à rouler avec nous, parce que nous, c'était pas notre priorité. Et puis après, ça l'a joué au sprint. Il était très costaud parce que j'ai eu du mal à le battre, ça s'est joué à pas grand chose. Mais bon, au final, je suis très content d'avoir gagné, donc c'est super. Alhamdulillah, استطعنا أننا نسلو في 40 كيلومتر الأولى. وهذه المرحلة اليوم اللي كتعرف واحد شوية ديال الصعود، وكانت شاقة صراحة. واللي زادوا صعبوا لنا الكورس هما الفرنسيين صراحة، عليهم راه مزيانين ونسلوا لنا في 20 كيلومتر، ما كندورش ل 20، نسلوا لنا في 40 كيلومتر الأخيرة. والحمد لله بقينا كنحاولوا وراهم انا والصديق ديالي انوار من الفريق المحترف في ايطاليا، والحمد لله استطعنا نحققوا المركز الرابع والخامس. اليوم تمكنا بالانزلاق في الكوكبه، حيت انا ولد المنطقه عارف الباركور كيفاش داير، والحمد لله تمكن مشينا والصديق ديالي صباح ابراهيم، الحمد لله تمكنا نمشيو نسلو على الكوكبه. ولكن رغم وقع لي عطب جات على الطوموبيل عطاتني الماكله وناضوا لي الخرين على غفله، ما كانش مزيان اليوم. نقدر كنت نربح اليوم صراحه، ما نكذبش عليك، ولكن الخير فيما اخترى ولا ما كتبش، مره اخرى ان شاء الله. وكنهديو هذا الفوز ان شاء الله المنطقه د خنيفره. معالم طواف المغرب للدراجات في نسخته 33 بدأت تتضح مرحلة بعد أخرى، ووفق طقوس وأعراف مدينة خنيفرة عروسة الأطلس المتوسط تم توشيح الدراجين المتألقين بحضور وازن لشخصيات المدينة.